في يوم عادي جدا من أيام المدن الأمريكية، كل يوم كان بيصحى فيه الناس على أصوات العصافير وضحكات الأطفال من حواليهم، ما عدا مدينة واحدة. صحى الناس في اليوم دوا على شيء مرعب، شيء خطير. إيه هو الشيء ده يا ترى؟ ما كانش فيها أي صوت، لا صوت عصافير ولا حيوانات ولا حشرات ولا حتى أي صوت للأطفال. صمت تام، خانق، قاتل. الناس اتفزعت فيه وقالت: في ايه؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ فين الحياة؟ فين الحياة اللي كانت حوالينا في كل مكان؟ مفيش إجابة. بس يا ترى كان ايه السبب؟ السبب كان مرشوش في كل مكان، شفاف، ساكت، قاتل. وفي إنسانة واحدة بس هي اللي واجهته، قاومته، صرخت في وش الكل بحقيقته. مين يا ترى هو القاتل ده؟ ومين البطلة اللي قدرت تواجهه لوحدها؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. في خمسينيات القرن العشرين حصل حالة من الهوس عند الدول والحكومات. إيه الهوس ده؟ كان هوس بالتقدم، بزيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة الثروات. بس كان بيقابلهم تحدي كبير، وهو وجود الأمراض والآفات والحشرات اللي كانت ممكن تقضي على الزرع وتأثر على حلمهم بالثراء. ونتيجة لده حصل هوس أكبر وأكبر بالمبيدات الحشرية. لكن كان ما بين كل المبيدات كان في مبيد واحد فتاك، خطير، مرعب جدا، وهو كان الDDT. ايه اللي بيميزه عن بقية المبيدات؟ ان بقية المبيدات ما كانت الا عبارة عن ادوات لقتل نوع او نوعين بالكتير من الحشرات، لكن المبيد ده كان بيتميز بالإبادة، قتل مئات الأنواع في نفس الوقت. يا خبر أبيض، مئات الأنواع تموت في نفس الوقت؟ ده خطير جدا، ده مرعب جدا جدا حقيقي. طب ليه هم صنعوه أصلا؟ في أثناء الحرب العالمية التانية كانت الجيوش بتمر بأماكن فيها أمراض وأوبئة، فطلبوا من العلماء إن هم ينتجوا لهم مادة تقضي على الأمراض والأوبئة دي علشان الجيوش ما تتعداش منها أو تتأذى. في عالم قدر يتوصل للمادة دي اللي هي تقضي على الأمراض دي، وبالفعل رشوه ومرت الجيوش بأمان، والعالم دوا أخد جايزة نوبل على الاختراع الفظيع ده. لكن إمتى ابتدوا يشعروا بالخطورة؟ لما ابتدى في توسع في استخدام المبيد ده في المجال المدني، في الأمور الزراعية. الناس ابتدت تستخدمه بكثرة، بل بعشوائية. مين انتبه؟ كان في عالم وحيد انتبه لمدى خطورته، وكان اسمه أودن ويتل. قال: يا جماعة، خطر جدا المادة دي اللي انتوا فرحانين بيها. أصلا الحشرات اللي انتوا بتستخدموه لقتلها 90% هي نافعة أصلا، وإن قتلها بالشكل العشوائي ده هيؤدي لخطر رهيب في النظام البيئي. هل سمعوا له؟ هل استمعوا لنصحه أو عملوا بكلامه؟ أبدا. قالوا له: اسكت، ما نسمعش لك صوت، احنا ورانا تقدم وأموال محتاجين نجمعها. كان في شخص واحد بس هو اللي ابتدى ينتبه لكلامه، وشعر بالخوف والمسؤولية، وأخد الكلام ده على عاتقه لتأكيده عن طريق البحث والتحليل. مين الشخص ده؟ هي كانت ريتشل كاسم. جمعت كلامه، عملت عليه أبحاث، أجرت عليه تحاليل، ووصلت لنتيجة رهيبة: خطورة مروعة بتكمن في هذا المبيد. قالت: أنا لازم أروح أوعي الناس ضد خطورة المبيد ده، لازم أعرفهم بحقيقته. راحت بسرعة للجرائد والمجلات، قالت لهم: عايزة أنشر أبحاثي، عايزة أعرف الناس بنتائج التحاليل. قالوا لها: ما نسمعش صوتك. تحاليل؟ تحاليل ده إيه؟ مبيد إيه اللي خطر؟ بيئة إيه اللي بتتكلمي عليها؟ روحي شوفي لك بصلة قشريها، إحنا ورانا مجد عايزين نحققه. هل هي استسلمت؟ كانت مؤمنة بقضيتها. قالت: أنا هألف كتاب
أنشر فيه كل أبحاثي والتحاليل اللي أجرتها وأظهرت مدى بشاعة المبيد ده. بالفعل ألفت كتابها باسم الربيع الصامت، شرحت فيه بدقة رائعة جدا وإبداع لغوي كان ربنا حباها بيه إزاي المبيد ده بيأثر وبيتراكم في الأنسجة الدهنية للحيوان والإنسان اللي ممكن تسبب لهم أمراض على المدى الطويل، إن هو بيكفي إن يترش مرة واحدة بس يفضل يموت وتأثيره يفضل شغال لأسابيع وشهور طويلة. وكان أكتر فصل في كتابها تأثيره واسع جدا على الناس هو كان فصل بعنوان أكذوبة الغد. تخيلت في مدينة أمريكية كانت بتستخدم المبيد ده بكثرة، وإزاي مع الوقت فقدت كل مظاهر الحياة. حصل تأثير جدا بعد نشر الكتاب ده، ولكن الناس فيه انقسموا لفريقين: فريق كان مناهض جدا لكلامها، معادي جدا ليها ولكل أبحاثها وتحاليلها، هاجموها، قالوا لها أنتِ عايزة تدمّري البلاد، أنتِ عايزة توقّفي ركب الحضارة، أنتِ أكيد عميلة، أنتِ أكيد مأجورة، أنتِ عايزة الأرض يورثها الحشرات والآفات، أنتِ عايزة تموّتي الإنسان والّا إيه عشان خاطر تخلّي الحشرات تعيش، أنتِ أكيد مجنونة. لكن في المقابل كان في ناس آمنوا بفكرتها وبصدق ونتائج أبحاثها. كانوا مجموعة من العلماء اللي فعلا وجدوا إن للمبيد ده تأثير خطير جدا بعد ما قروا الأبحاث بتاعتها ونتيجة التحاليل. وناس تانية اهتمت كمان واتأثرت بكلامها لما قروا كتابها الربيع الصامت، وخاصة الفصل الخاص بأكذوبة الغد. أخدت كل المؤيدين دول واستمرت في الدفاع عن قضيتها، وده خلى الرئيس الأمريكي كينيدي ينتبه لخطورة الموضوع، فأمر على طول بتشكيل لجنة استشارية علمية عشان ينظروا في الموضوع ده. ومن الرائع إن تقرير اللجنة دي جه في صالحها وفي صالح كتابها. نتيجة جهود هدية تم إخضاع مادة الدي دي تي للرقابة الحكومية، يعني محدش يقدر يستخدمه إلا بإشراف الحكومة. ماتت ريتشل كاسون بعد سنين طويلة. أدركت أمريكا تماما مدى خطورة المبيد ده على الحياة الطبيعية، فمنعته نهائيا في البلاد، وكل اللي هاجموا اتنسوا تماما من التاريخ. أما هي أصبحت واحدة من أبرز المدافعين عن البيئة، وأهم من كتب عنها في القرن العشرين. كل اللي نادت بيه ريتشل كاسم في كتابها الربيع الصامت من خطورة استخدام مادة الدي دي تي على الحياة، وتم مهاجمته واتقال عنها مجنونة وكل كلامها غلط، هو في الحقيقة كان أكبر صح.